قد لا يتكرر هذا المشهد كثيرا، إذ وجد السائقون أنفسهم بين أكوام من النقود المنتشرة على طول الطريق في نفق ميناء بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية. وسقطت الأوراق النقدية من إحدى عربات نقل الأموال المصفحة بعد أن فتح بابها الخلفي، وهو الأمر الذي أثار ضجة على موقع تويتر كذلك، في حين هرعت الشرطة إلى المكان. كانت هناك تقارير تفيد بأن أكياسا من النقود وقعت من السيارة. وساعدت السيارات المسرعة ووسائل التهوية في النفق بانتشار الأموال على مساحة 1.5 ميل على الطريق، وتوقف العديد من السائقين لالتقاط ما يمكن التقاطه من تلك الأموال. إنها ليست أموالهم، لذلك فهي تعتبر سرقة. وقامت الشرطة بإيقاف حركة المرور في كلا الاتجاهين لمدة 7 ساعات حتى جمعت معظم تلك الأموال. لكن الغريب في الأمر هو أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه الذي يقع في ولاية ميريلاند، إذ سقطت أكياس من النقود من شاحنة لنقل الأموال في أكتوبر من العام الماضي بسبب خلل في باب العربة المصفحة أيضا. وبينما طلبت الشرطة من السائقين إعادة النقود التي جمعوها، قالت إنها ستستخدم كاميرات المراقبة المنتشرة في النفق للتعرف على سارقي الأموال.